قتل أولاده وطعن زوجته وقتل نفسه، لغز كبير محير لكل أهالي نابارو. الزوج يدعى عصام العزباوي، سائق تريلا وكسيب، ما بيشربش سجاير ولا بيتعاطى مخدرات. ميسور الحال، راجل هيئته وشخصيته محترمة وفي حاله، رب أسرة جيد يراعي أسرته وأطفاله. الزوجة تدعى نجوى عبد العظيم الزيادي، سيدة جميلة ومحترمة ومن أسرة معروفة في نابارو. كانت متطلقة وعندها أولاد من زوجها الأول، وعندها محل أدوات منزلية اسمه خد فكرة قريب من مسجد أبو الغيط. تزوج عصام بعد وفاة زوجته وأم أولاده لكي تساعده في تربية أولاده الثلاثة، مريم ومعاذ ومحمد. مريم أكبر إخواتها، عمرها 10 سنوات، ومعاذ عمره 8 سنوات، ومحمد عمره 6 سنوات. أسرة عصام وزوجته نجوى بيت هادي، حياة أسرية عادية، وزوج ملتزم مع زوجته وعياله، والزوج ميسور الحال ومفيش خلافات أسرية. جريمة القتل اللي وقعت صدمت كل أهالي نابارو. ايه اللي يخلي راجل بالمواصفات دي يقوم بارتكاب تلك الجريمة البشعة، ويقتل أولاده اللي المفروض حتة منه، ويطعن زوجته الجميلة نجوى عبد العظيم الزيادي؟ طعنها 10 أو 15 طعنة، وهي دلوقتي بين الحياة والموت في العناية المركزة، محتاجة نقل دم بشكل عاجل بمستشفى الطوارئ في المنصورة. ياريت كلنا ندعيلها في التعليقات بالشفاء العاجل وتقوم منها على خير. الزوج القاتل بعد ما نفذ جريمته، لكي يزيد عصام الغموض والتشوق في قصته، يذهب إلى محطة القطار في طلخة ويقف أمام القطار، فيدس القطار ويموت في الحال. إن شاء الله زوجته تقوم بالسلامة والحقيقة تظهر. ربنا يرحم الأطفال الضحايا ويصبر أهاليهم.